السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لنا ونرحب كل مشاهدينا الكرام في البث المباشر من القاعة المغطاة الصادقة الشاوي مدينة القصر الكبير، حيث سنتابع مباراة المنتخب الوطني المغربي الأولمبي لكرة القدم داخل القاعة الذي سيواجه بعد قليل المنتخب البلجيكي. مباراة دولية إعدادية مهمة للعناصر الوطنية الشابة استعدادا لاستحقاقات القارية وكذلك إعداد هؤلاء اللاعبين وتأهيلا لحمل قميص المنتخب الوطني المغربي الأول. مباراة من المنتظر بأنها تكون مثيرة ومباراة كبيرة بين المنتخب الوطني المغربي أمامنا ومنتخب بلجيكا أمام حضور جماهيري الذي يحضر لمتابعة هذه المواجهة. العناصر الوطنية اللي كيحدوا طموح كبير لتحقيق نتيجة إيجابية، كما قلت بأن هذا هو الخلف بالنسبة للمنتخب الأول وهذا هو الخلف بالنسبة لكرة القدم الوطنية. الذي المنتخب الوطني المغربي يدخل بالمجموعة التالية: عطيف الحرش في حراسة مرمى، رائد الكجوي بلجيكي، لاعب دوتشر تيمو الذي مبنى تشكيلة المنتخب البلجيكي، رقم 12 الحارس بالفعل لأن إلى نتكلموا على منتخب بلجيكا منذ سنوات هو كيهتم الإطار الوطني عادل السيد فوز 5-0 كذلك فوز 4 مقابل 3. دور امامنا هي الاطار الوطني والمدرب هشام دقيق الذي يحضر المتابعه المباراه. اعتقد انه حضور هشام دقيق فغيعطي الدعم لهذه الوليدات. بالفعل لان الحضور ديال المنتخب الاول بالفعل المنتخب الوطني الاوروبي، وبالتالي هو مزيج ديال بدايه لقاء وبدايه المباراه الكره لفائده المنتخب الوطني المغربي. نتمنى كل التوفيق للعناصر الوطنيه، التمريرات القصيره والتمريرات السريعه. بالفعل ما ننساوش بان المدرب كريم بشار هو اللي كان مع المنتخب الاول ديال الخطا وتدخل الدفاع، هو اللي كان كيشرف الضغط اللي او ما عايشينها. نتمناو شي هدف. هذه فرصه والكره جانبيه ممتاز. لاعب رائد لاعبين، محاوله خطيره لفائده المنتخب البلجيكي. كره في القائم حسن الحظ، الكره كتتنقل بها القائم جيل ديكيرف رقم 5 هو اللي كان وراء بعد الهفوات طريقه استرجاع الكره في مناطق ديال المنتخب الوطني المغربي. امكانيه المراوغه، هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي، تسديده ولكن مشات فوق المرمى بواسطه لاعب رائد سباع بوتوريا. خطا لمنتخب بلجيكا، تسديده قويه وتدخل ممتاز لعيسى وليس. كانت تسديده ديال المغربي امامنا الياس بشار. اسماعيل بودار، تدخل الدفاع، ابعاد الكره من طرف اللاعب ياسين سعيد للتنفيذ. كانت يعني فكره جيده وسط الكره لمصطفى رابو، وكره من جديد خارج ارضيه الملعب لفائده من جديد فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي. امكانيه تسديد، تدخل، كان تدخل مركزين بالفعل. هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي، تدخل دائما جواد المحاوله وابعاد الكره من طرف الحارس لومبير سيمون. هذه فرصه تسديده ولكن مشات فوق المرمى. رائد الكجوي الشيء اللي حققه الناخب الوطني خلى جل المغاربه كيفتخروا. هذه فرصه والهدف، الهدف الاول لفائده المنتخب البلجيكي بواسطه اللاعب يانيك فان. التركيز وما كاينش تسرع في اتخاذ القرار. كنتابعوا لصالح امامنا الطار الوطني والمدرب هشام دقيق. الياس صديق، هذه فرصة الهدف. كان انه يسجل هدف، فرصة منه كيلعبها بشكل ممتاز، وحتى الياس صديق خدا الكرة بطريقة ممتازة. هذه فرصة لفائدة المنتخب الوطني المغربي. هناك خطأ بالفعل، خطأ والانذار. غادي نسمعوا الاطار الوطني عادل السيد. الحارس لومبير سيمون، وكذلك استغلال الاخطاء اللي كتجي امام المرمى وما سواء يعني المناطق ديال المنتخب البلجيكي. فرصه ولكن التسديده كانت بعيده اللي رائد الكجوي. هذه فرصه وتضيع. مصطفى رابو كان امام المرمى، كان بامكانه يوضع الكره في الشباك، تضيع هذه فائده المنتخب البلجيكي بواسطه الياس بشار. خطيره، تدخل كانت محاولته بلقبين ثم روسيا بلقب واحد. هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي، فرصه العوده ديال اللاعب، ترجع كره من جديد لفائده المنتخب الوطني المغربي عند اللاعب رائد بوترافا. فرصه والهدف، هدف جميل رائد سباع بوترافا يضع الكره في الشباك. فرحه كبيره العناصر الوطنيه. هدف تعادل لفائده المنتخب الوطني المغربي.
تابعوا من جديد التمريره من عبد الله ملتقي، يعني تمريره بالمقاس. بالمقاس، وإلا لاحظتي ما تقلقوش، حافظوا على الكره ديالهم. يانيك يسدد الكره خارج ارضيه الملعب، كان تسديده تدخل الحارس وممتاز ممتاز الحارس عطى الحرش، ممتاز التدخل كان في المستوى. لو كان تسديده ديال اوميكينغ دون سميث، تسديده على حضور شعات الكره جميع الخبراء على كره القدم داخل القاعه المنتخب الوطني. هذه فرصه الهدف ولكن تضيع. كانت بواسطه اللاعب الياس بشار، صباح الان مرتد هجومي، محاوله فرصه وتمر جانبا. عبد الله متقي، لاحظوا العمل الكبير، المجهود الكبير اللي قام به عبد الله. طرف لعب والحارس لومبير سيمون خطيره، والكره تخرج خارج ارضيه الملعب. تدخل الحارس كان في المستوى بالفعل انه غلق عليه الزاويه. بالفعل حارس عم طيف الحرج، لان كانت محاوله بواسطه لاعب اوندين ارنو. لاحظوا الحارس عم طيف الحرج، فدفع باللاعب كان. اذا تنتظر تنفيذ الخطا، لعبت الكره تدخل الحارس، ترجع مره اخرى لعيسى ونيس لفائده المنتخب الوطني المغربي. عبد الله ملتقي، تدخل الحارس، فرصه اخرى والدفاع. كل هناك انطلاقه في الوقت لاسترجاع الكره، هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي، امكانيه الهدف وتدخل الحارس لومبير سيمون. فرصه كانت لفائده المنتخب الوطني المغربي. لاحظوا الطريقه باش ترجع الكره، اللاعب مصطفى رابو في الوقت اللي ايهاب الشرادي يسدد، كانت محاوله ديال الهدف الثاني. بالفعل مصطفى رابو بين بان في هذه المباراه. هذه فرصه ممتازه اللي كانت تمرير في لاعب رائد بوطرابه، كان بامكانه يضع الكره في الشباك. فرصه الهدف ولكن تدخل ديال يانيك، في الامكان ديالو يمرر الزمن ديالو احسن لعبد الله ملتقي. هذه فرصه وكانت مطالبه بضربه جزاء، الحكم كيطلب مواصله اللقاء. والروح الرياضيه الكبيره اللي كنعيشوها في القاعه المغطاه الصادق للاعب رائد بوطرابه. دخول مصطفى رابو، هذه فرصه ممتازه، فرصه الهدف تضيع من طرف لاعبيه. لو لمس الكره اعتقد الكره في الشباك، لاحظ يعني التايمينغ بالفعل. وحتى التمريرات ديال المنتخب البلجيكي في الوقت لعب بنا كريم بشار كذلك في هذه فرصه الهدف. إصابة جميلة جدا. مصطفى رابو، مصطفى من خيرة اللاعبين اللي كاين دابا حاليا في المنتخب الوطني المغربي. فرحة كبيرة للجمهور الحاضر وللاعبي المنتخب الوطني المغربي. إذا كان ديالو كان مجد إيجابية، عارف شنو يعمل داخل الرقعة ديال الملعب. بالفعل امامنا مصطفى رابو تلعبت، تلفت الخطا بسرعه، تلعبت الكره. التجربه ديال اللاعب، كاين تغييرات ما بغاش يخرج من قاعه الملعب. من جديد في المنتخب الوطني المغربي، انطلاقه ديال لاعب عبد الله ملتقي. هذه فرصه امكانيه تسديده ولكن مشات بعيد. بلات مع فرق كبيره، مع منتخبات كبيره كتستافد. فرصه الهدف الثالث، روعه تقدم من جديد واستثمار مرتد هجومي بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي. هدف بواسطه لاعب عبد الكبير بوقدير. روعه لانه ما كيخصوش يسجلوا عليهم، يكونوا السباقين، يكونوا منتصرين باش يخرجوا يلعبوا معنا الكره. استرجاع الكره طرف لاعب في الطريقه باش مررها من عند اللاعب المدافع موراندو فينسينزو. انطلاقه ديال عبد الكبير بوقدير، هدف رائع. وضع الكره، لاحظوا يعني خدم بالرجل اليسرى كيوضع بالرجل اليمنى، كتبين تمويه للحارس. بالفعل امكانيات تقنيه ديال هذا اللاعب عاليه. والابتسامه من هشام الدقيق، ابتسامه الا لاحظتي الطريقه باش كيتكلم معهم، كيتكلم على الطريقه هجوميه اكثر من الطريقه اللي كيلعب بها دفاعيه باش يقلب على التعادل او يسجل اي هدف. وهذا اعتقد انه كيبقى من نهايه المباراه بفوز المنتخب الوطني المغربي. هنيئا المنتخب المغربي. مقابل هدف واحد رائد بوطرابه مصطفى رابو عبد الكبير بوقدير في الوقت اللي لاعب يانيك سجل الهدف الوحيد للمنتخب البلجيكي. خراقه